الحمد لله والشكر. اليوم آخر يوم من أيام ذو الحجة انطلقت عمليات تحرير أو إكمال تحرير بيجي ومنطقة بيجي، وهذه المنطقة ليس فقط تحرير المدينة وإنما تحرير كل المنطقة، وهي تحرير بيجي وتحرير مصفى بيجي وتحرير الصينية وقاعدة الصينية وتحرير شمال مصفى بيجي باتجاه معمل الأسمدة ومخازن الاحتداء والشركة المصرية، واللي هي تعتبر من عقد المواصلات المهمة بالمنطقة. بدأت العمليات بثلاثة محاور: محور باتجاه الصينية وقاعدة الصينية، والآن الحمد لله التقدم جيد، والعدو تفاجأ بالخطة الموضوعة وتم مداهمته من كل الجبهات، والوضع مستمر، وإن شاء الله أملنا كبير، ثقتنا عالية أن الصينية وقاعدة الصينية تنتهي بشكل نهائي. المحور الثاني محور نفسه معمل المصفى بيجي، واليوم هم تقريبا وصلنا إلى الباب الشمالي ووصلنا إلى باب دجلة. أملنا اليوم بشكل كامل يكتمل، وليس فقط الاكتمال وإنما التوجه باتجاه الفتحة وغلق الفتحة بشكل نهائي، لأنه السيطرة على الفتحة ممكن أن نؤمن بيجي بشكل نهائي. والموضوع الآخر والمهم هو الطريق الاستراتيجي المؤدي إلى الموصل، والذي هذا التقاطع الذي يأتي إلى مصفى بيجي وإلى بيجي وإلى الصينية وقاعدة الصينية، ثم باتجاه حديثة وباتجاه سامراء، أو يصعد إلى جبل مكحول. هذا التقاطع الحمد لله الآن سيطرنا عليه. معمل الأسمدة الآن تم تطبيقه بشكل كامل، وأملنا أن ينتهي ويتم تطبيقه خلال الساعات القادمة. وبذلك معمل مخازن العتاد المهمة والاستراتيجية اللي يسموها مخازن قاعدة الصينية، هم كذلك الآن تقريبا تطهير أكثر من نصها، والشباب يكملون عملية تطهيرها بشكل كامل. هذه العملية أثبتت بأن أبطال الحج الشعبي بالتعاون والتنسيق العالي مع الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وأبناء العشائر قادرون على تحرير أي بقعة من الأرض العراقية. وثبت لنا بشكل قاطع أنه هؤلاء اليوم إذا يذهبون إلى الرمادي سيتم تحرير الرمادي بنفس السرعة التي تم تحرير هذه المنطقة هذا اليوم. أملنا كبير، ثقتنا عالية بالمقاتلين الأبطال من الحج الشعبي والأجهزة الأمنية في مختلف الأجهزة الأمنية أن يساهمون جميعا في تحرير كل الأرض العراقية من شر داعش.